من أمام نهر النيل الخالد أحب أحكي لكم قصة حقيقية عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيتميز بميزة حفظ أي كتاب بسرعة شديدة. المهم كان الإمام الشافعي بيؤم المسلمين في ذلك الوقت، وكان بيقف وراه الإمام مالك ابن أنس شيخه، والإمام وكيع الجراح شيخ الإمام الشافعي. المهم كان في يوم الإمام الشافعي كان رايح درس علم للإمام مالك، وهو ماشي في الشارع شاف كعب امرأة مكشوف وهي ماشية في الشارع فشاف. فعلى ما راح الإمام الشافعي للإمام مالك فلقى تركيزه مش كويس وما بقاش يحفظ أي حاجة، فأخبر الشيخ وكيع الجراح شيخه بما حدث، وإن هو كان ماشي في الشارع وشاف كعب امرأة، ومن ساعتها مش عارف يركز ومش عارف يحفظ زي الأول. المهم قال بيت الشعر الشهير: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأخبرني بترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني الإمام الشافعي لما شاف كعب امرأة دي معصية في نظر شيخه الشيخ وكيع الجراح، فرحم الله الإمام الشافعي ورحم شيوخه الأجلاء. ومع خالص تحياتي حمدي الجمل من قدام